أول النازلين هو السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية كرة القدم، إلى جانبه الناخب الوطني وليد الركراكي. وليد كأول مدرب عربي وإفريقي يصل لدور نصف نهائي كأس العالم، وبذلك هنا نزور رفقة الطاقم رشيد بن محمود، بقية الطاقم الإداري والطبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في انتظار كذلك نزول اللاعبين. إذن السيد فوزي القجع إذن في صورة رئيس الجامعة الملكية المغربية كرة القدم والناخب الوطني في هذه اللحظة الجميلة، لحظة النزول من الطائرة. إلى جانب كذلك سيبرون رئيس الوفد المغربي اللي كان في مونديال قطر 2022 عبد الملك أبرون. إذا نتابع هذه اللحظات الجميلة بالنسبة لبعثة المنتخب الوطني المغربي. كذلك أمين حارث في رسالة كانت جميلة جدا وبادرة تحسب لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع بتوجيه الدعوة لأمين حارث من أجل الالتحاق ببعثة النخبة الوطنية ومعايشة هذه الأجواء المونديالية. واليوم كذلك الدعوة حاضرة بالنسبة لأمين حارث من أجل أن يصل رفقة البعثة لأرض الوطن. نعم، أمين حارث كان مع الوفد وكان في قطر، وتابعنا منذ أن تعرض للإصابة الاهتمام التي يعني شمله من طرف الجامعة الملكية المغربية. إذا سمحتي لي سي مهندس، لحظة مؤثرة هي ديال حضور الأمهات صحبة لاعبي المنتخب الوطني، وهذا كيأكد على مدى الترابط. تلك اللحمة اللي الحقيقة كتجعلنا دائما العودة إلى العائلة، إلى رضا الوالدين، لأن بدون رضا الوالدين لا يمكن أن يتحقق أي شيء. هذه طبيعة عندنا، لأن ضروري خاص يكون عندك كما كيقولوا عندك طابع ديال الوالدين. هذاك الطابع دائما كتكون مصرحة شي في الصورة. كان واحد من جنود الخلفاء رفقة المنتخب الوطني المغربي، الرجل الذي اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر مع كيف ما كتشاهدوا معنا الفرقه اللي كتشاهدوا فيها متابعين افاضل معنا الجاليه المغربيه. اذا دائما معكم. كنعتذر على العطل لان كاين مشكل. Academia!
تجي